تعال اقول لك الواسطه وصلت لغايه فين وازاي الناشئين بيتظلموا. سنة 2019 كابتن فتحي مبروك كان رئيس القطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكان قال تصريح مهم قوي، قال ان النادي الاهلي لا يعرف الواسطه. حبيبي يا كابتن فتحي، تعالى كده يا كابتن فتحي نشوف بقى مين الناس اللي اتقابلت في الاختبارات دي اللي هم ما عندهمش واسطه. دلوقتي انا هقول لك على شويه لعيبه بيلعبوا في النادي الاهلي، بس هم كده كده ما لهمش اي علاقه بالواسطه خالص. بالواسطه خالص. معانا طبعا اول اسم عمر سيد معوض، ابن سيد معوض في مواليد 2006، وابن عماد النحاس عبد الرحمن عماد النحاس في برضه مواليد 2006. معانا برضه طبعا يوسف سيد عبد الحفيظ. دول غلابه دول. امال لو شفت طارق سليمان لوحده داخل بنفرين. ابنه علي طارق سليمان حارس مواليد 2005. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. واحمد طارق سليمان ابن التاني اللي كان بيقف جون في النادي الاهلي في مواليد 2000. زهقت مني؟ ده لسه بدري، ده لسه هاني رمزي وابنه، واحمد شوبير وابنه، يعني بالصدفه يا كابتن حسام ان هو كان هادي خشبه وابنه، وياسر ريان وابنه احمد ياسر ريان. لسه القايمه طويله. وطبعا مش هننسى وائل رياض مهاجم النادي الاهلي القديم، وابنه يحيى وائل رياض. هجيلك يا كابتن وائل كمان شويه. ولسه معانا علي ماهر واحمد ايوب. توضيح بس، انا هنا مش بتكلم عن جوده اللعيبه او لعيبه لسه بتلعب لغايه دلوقتي، انا بقول لعيبه لعبت في النادي الاهلي وكانوا ابناء عاملين واضحه وصريحه. الملخص، قوم شوف لك وسط عشان تعرف تلعب في حته في مصر. حلم الكوره هنا مش محتاج ان انت تكون لعيب كوره، مش محتاج ان انت تكون مهاري، مش محتاج ان انت تكون لعيب، محتاجه بس ان انت يكون عندك وسط. لو عايز تكمل الحلقه هتلاقي لينك في البايو.